السعودية قلت بال 2014 انه سوف يتوفى الملك عبد الله بن عبد العزيز ومات، وابرز ما صار ب 2015 حريق ارامكو، حادث تدافع منها، سقوط الرافعة. شو حيصير ب 2016 بعد؟ سيموت الملك سلمان وولده معا. الاثنين بنفس السنة؟ وولده معا. نعم، بنفس الحادث. واحد يموت وواحد يقتل. نعم. وإن شاء الله. وستكون هناك انفجارات، وانفجار بنفس الجامع الذي فجر أول مرة. أنا لا أعرف من هو، ولكن إني رأيت قد شبت به النار مرة أخرى. حسينية أو شيل الشيعة. وأرى اختلافه هم ما بينهم وسقوط عرشهم. وأنا قلت حينما ذهب سلطان، قلت ذهب سلطانهم وتفكك الجزيرة، فلا تستطيع أمريكا أن شنه أن تحمي ما يكون، فتنزل قواتها في أرامكو، القوات الأمريكية، لحماية آبار النفط. وعلى هذا الأساس أرى الاقتصاد السعودي قد انهار، والناس دب بهم الفقر، وعماراتهم ذهبت، وأخذوا أموالا لغير عودة إلى السعودية كثيرا منهم. واعلموا أني أترقب شيئا عظيما في الكعبة هذه السنة، أكبر من الشيء الذي حدث في 2015. نعم. طب النفط بال 2016 شو حيصير فيه؟ نجي بعد ما نزل رح ينزل أكثر ولا؟ نعم، لنرى. يعني أبرز ما سيحصل في السعودية ب 2016 موت الملك سلمان وولده، انفجارات في نفس الجامع اللي يتفجر أول مرة، أو حسينية شيعية، اختلاف بينهم، أكثر من انفجار بأكثر من مكان. بأكثر. نعم، انفجارات بالرياض، بالمدينة، بمكة. يعني الآن وين في أماكن شيعية اللي حيفجروا فيه؟ وين أكو أماكن شيعية راح يخترقوها، لأنه هم أداة السفياني، فيجمعون إلينا بجمعهم الجديد الاتحاد الإسلامي لمكافحة الإرهاب. نحن الإرهاب. نعم. أيضا سقوط عرشهم، تفكك الجزيرة، نزول القوات الأمريكية لحماية آبار النفط، والفقر وانهيار الاقتصاد. الإمارات ماذا سيكون فيها؟ موت شيخهم وانقسامها إلى دبي والإمارات. فإلى أين تذهب الناس بأموالهم؟ هم يرتكزون على هذا ما رأيته، على سد بعضهم بعض فينفصلون، لأن هؤلاء يريدون الإمارة، وأبو دبي يريد الإمارة بعد موت شيخهم، فيقل اقتصادهم وتذهب ريحهم، ويعبث فيهم الأخوان من حيث لا يعلمون. نعم. ممكن يكون في تفجيرات بالإمارات؟ لا، ما في تفجيرات، بس انفجار واحد. يعني موت شيخهم، انفجار واحد، ويقل اقتصادهم. قطر يحدث انقلاب فيها في نهاية السنة، وإن لم يحدث في السنة الثانية يقتل الابن والأب. نعم. شو قدر رح نشوف بقطر؟ يقل اقتصادهم، ويذهب غازهم، وتذهب ريحهم، وتنكسر شكيمتهم. إذن يقل اقتصادهم وانقلاب في نهاية السنة وقتل، ولا موت الأب والابن في السنة اللي بعد؟ إذا ما تحقق للسنة بالشهر الثاني، يعني لو يجمعون كل جواسيسهم ما يرمون له. نعم. أمر إلهي. عمان أين يكون قابوسها؟ قابوسها سيموت، فيخلفه من لا يرضى به الناس، فيحل بهم القحط ويحل بهم الجوع. أنا عكس من يقول غير ذلك. لنرى ماذا سيحدث. الآمنة عمان تتحول إلى مدينة غير آمنة. رح يكون فيها تفجيرات؟ لا، يقل الرزق وتذهب ريحهم، وتبدأ مشاكل بينهم على الحكم. نعم. يعني موت قابوسها وقحط وجوع. يعني تقريبا عم نشوف بأبرز الدول العربية الاقتصاد عم يتراجع، ما في تطور لقدام، ما في ازدهار. أصعب سنة تمر على العالم سنة 2016، بس على الدول العربية ولا أيضا على الدول العالم؟ الأوروبية؟ سنة 2016 و2017. نعم. البحرين
ماذا يحصل فيه؟ البحرين تكون فيها انفجارات كثيرة نعم. وينتفض الناس فيزيد الخناق بشكل قوي فيرحل ملكهم في سنة 2017. يعني تقريبا عم نشوف في كتير تغير بالحكم طبعا بكل البلدان تقريبا. لقد ذهبت الملوك بغير رجعة، وقلب الله كراسيهم واستبدلها بناس. الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده الكتاب. نعم، يعني بالبحرين حنشوف انفجارات، ينتفض الناس ويرحل ملكهم. الكويت بسنة إذا مش 2016 ب 2017 الناس يهبون هبة لا يرجعهم أحد نتيجة الخلل اللي يصير بالسعودية. نعم، يعني بنتفضوا الحين تفضوا على الحكم الناس. نعم. الكويت أين سيكون أميرها وشيوخها؟ الآن يحضر لهم تابوتا للدولة كبيرا ينخر بها داعش في أجهزتها واقتصادها وحكمها وعدلها، والملك أو أميرهم أسأل الله أن يجعله بمأمن، ولكن ماذا أفعل له؟ ستصيبه سكتة قلبية أو ذبحة صدرية فيودعه فلا يكون بعده شيئا يذكر. الآن العرب عندهم انهيار اقتصادي مرعب. نجي للعرب نتيجة انهيار الاقتصاد النفط راح يوصل ل60 يرجع إلى 20. بيرجع بيطلع بده يرجع يرجع إلى 20. ومضيق باب المندب تشتبك به الطائرات، وبهذه الحالة أمريكا اكتفت من النفط، وصلت إلى 11 أو 12 مليون. يبقى النفط حتى لو حصرت إيران وحصر العراق وحصرت الوطن العربي ما يعني لهم شيء. الآن يمدون أنابيب الإمارات والسعودية إلى البحر، إلى الجهة الثانية، حتى لا يمرون بباب المندب. هذا أكو شيء يخطط إليه بشكل مرعب. وعلى هذا الأساس النفط والذهب والسياحة إلى ركود ونزول كأنه هوت من شاهق بكل العالم. البنيان يتأثر، الطرق، الشركات في انحسار عجيب غريب لم يمر على التاريخ منذ 1000 سنة. أمريكا سيكون فيها حريق نتيجة الصيف الحار بكل غاباتها، وستدمر مدن بكاملها، وسيكون هذا الصيف الآت إلى العراق وإلى الوطن العربي يتجاوز 60 أو 70 درجة، فهو محرق، وهذه مشكلة. وستمطر الدنيا في عز صيفها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران وفي الكويت وفي السعودية وفي الإمارات، واعلموا أنه شيء من الإخبار. وعلى هذا الأساس أقول لكم ستمطر الدنيا بهذه الدول في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران وفي الخليج في السعودية في شدة صيفها، في شدة غضبها، فيقل رزق الناس ولا يستطيعون أن يخرجون إلى العمل. هذا بما جنت أيديهم الناس. وعلى هذا الأساس البحر أرى فيه غواصة قد احترقت وغرقت، وسفن قد شبت بها النار، وطيران قد سقطت بأهلها، طائرات سقطت بأهلها، كثير السنة تسقط طائرات كل شوية. وأرى مدن قد ابتلعها البحر، وأرى الهجرة قد ازدادت أكثر من قبل. فماذا تقولون؟ نتيجة الحروب؟ نعم. وأرى مشاكل وأوبية ظهرت لم يعهدها الناس من قبل، تشبه الطاعون والكوليرا بس بغير جيناتها الوراثية مالتها، وهذا شيء مرعب. وأرى ظهوره أمر جلل في السماء، وأرى 4 كسوفات وخسوفات في هذه السنة بين الشهر الثالث والرابع والخامس والثاني. إذن نحن مقبلون على زلزال مرعب،
وأرى في رمضان شيء لم يخطر على بالكم على الإطلاق في هذه السنة، وما هذا الذي قلته إلا هو مخاض عن ظهور الإمام الحجة.